ناس كتير بتشتكي من انا مش عارف اسعر. الاسعار بقت غالية جدا، وكل ما احط سعر السعر يزيد. طب انا اتصرف ازاي؟ انا كده التسعير بتاعي بيطلع غلط. انا بعد ما باخد الباكج بلاقي نفسي ان انا خسرت الشركة، ان انا ما كسبتش الشركة. طب هنعمل ايه؟ دلوقتي الاسعار ابس اند داونز، تعويم، سوق سودا عمال يعلى، مفيش ماتيريال موجوده في السوق. ايه الحل عشان نطلع بي او كيو متسعره مظبوط وما فيهاش مشاكل وما فيهاش غلطات؟ او مش ما فيهاش غلطات، احنا في الاول وفي الاخر بنعمل استيميت، لكن تكون الغلطات بتاعتها كان بي افوردبل، يعني ما تبقاش، ما تعورش الشركه، ما تخسرش الشركه، ما تودناش في حته وحشه. طيب، هنمشي كده على شوية خطوات كده هنقولها مع بعض عشان نشوف هنتصرف في الموضوع ده ازاي. انا عارف ان الوقت صعب، انا عارف ان الملاك ضغط على الناس بتاعة التسعير عشان تخلص اكبر كمية عشان يلبسك في السعر. طبعا كلنا عارفين الستايل ده اللي موجود هنا، ان مش مهم مصلحة المقاول، المهم هو يطلع باقل تكلفة، وبعد كده يتخانق معاك في كليمز وما يديكش حاجة. اول حاجة هنعملها في القصة دي معايا بقى كده نكتب. اول حاجة هنعمل ايه؟ اول حاجه مقارنه اسعار. يعني انا زمان لما اجي في ايام الاستقرار، لما كنت اجي اسعر حاجه كنت اخد لها سعر، اجيب لها سعر مثلا كنت مسعره في باكج لسه مخلصها، مثلا اخد اجيب سعرين. لا، النهارده الوضع مختلف. النهارده البند الواحد انت محتاج تجيب له سعر واثنين وثلاثه واربعه. ليه؟ عشان تعمل مقارنه ما بين الاسعار دي وتشوف السعر الريزنبل اللي تقدر تاخده اللي يغطي لك ريسك. خلي بالك، انت بتحط سعر مش هنشتري بيه بكره، انت بتحط سعر هنشتري بيه خلال فترة المشروع اللي جاية، اللي هي ممكن توصل لسنة وسنتين. واحنا عارفين ان محدش يعرف يسعر بعد سنة وسنتين، لكن هقول لكم هنعمل ايه. اول حاجة زي ما قلت لك هتجيب اوفر واثنين وثلاثة واربعة. خلاص، والافضل طبعا ان انت تاخد الاوفر مثلا تخلي الاوفرين اللي هم الاثنين الاعلى هم الريفرنس بتاعك او اللي انت هتشتغل عليهم. ليه؟ عشان انت عارف ان الراجل الرخيص ده برضه هيغلي، بس هو ممكن يكون بس لسه ما يعرفش باللي حصل. واخد بالك؟ طبعا لازم نبقى شايفين فرق السعر ما بين الاربع اوفرات عامل ازاي. يعني النهارده كل سعر عامل ازاي، يعني ما يبقاش مثلا واحد ب 10 جنيه وواحد ب 1000 جنيه، يبقى كده في واحد منهم غلط. خلاص، لازم الاسعار دي تبقى متقاربه بيرسنت من 20 ل 25%. طيب، دي اول حاجه انا المفروض هعملها. تاني حاجة، أنا لازم أعمل علاقات جيدة مع السبلاير والسب كونتراكتور بتاعتي. بمعنى إيه؟ إن الناس دي لو بتاخد مني حجم أعمال كبير، فأنا لازم أقول لهم إن يديني سعر مختلف تماما عن السعر اللي موجود في السوق. مش طبعا في مرحله التندر، لكن يبقى متفق معايا ان هو هيديني عرض سعر، بس لما هننزل على الارض نشتغل حتى لو في بعض الغلاء هو هيتحمل معاه. وكل ما تكون العلاقه كويسه والراجل ده بقاله سنين بيشتغل معايا، كل ما هيديني هيراعيني في موضوع الاسعار ده، بحيث ان لو حصل اي ديفليكشن او اي انفليشن او اي ديفليكشن في الاسعار وانا ما عرفتش اكون حللها في التسعير بتاعي، هو يشيل معايا ويساعدني، بحيث ان انا برضو اقلل الخساره اللي ممكن تحصل في البند ده. ما هو ما حدش يقول لي انا ممكن طب انا كده هخسر في حاجات ممكن اخسر فيها. خلاص يا باشا، بطل تشتغل، ما تسعرش، ما تشتغلش، اقفل الشركه اقفلوا الشركه واقعدوا في البيت. ما هو انت لازم يكون عندك ريسك، في ريسك هيحصل. طيب، تالت حاجه هنفكر فيها وهنبص لها موضوع الريسك اسسمنت. انا لازم احط، انا الاول كنا بنحط برسنت كونتنجنسي كده على الاوفر هيد، وزي ما تطلع حسب كميه المشروع. الكلام ده مش هيبقى نافع دلوقتي. النهارده مثلا عندنا حاجات بالدولار، احنا النهارده شايفين الدولار، لازم نتابع التقارير بتاعه البنوك، هي بتودينا فين، هو الدولار رايح على فين، لان البنوك بتعمل التقارير دي والبنك المركزي ووزاره الماليه. فانا لازم اتابع التقارير دي، بحيث ان انا برضو لازم اعمل زي حاجه ليها علاقه بالدولار او حاجه بنسميها معامل دولاري. المعامل الدولاري ده الغرض منه ان انا احط a sum of money as a risk، عشان لو انا اشتريت في الوقت اللي الدولار فيه يبقى اغلى او ازيد، ابقى عامل حسابي. والاماونت اوف ماني دي بتتحط في الاندايركت كوست. خلاص، دي بتبقى ريسك اسسمنت زي الكونتنجنسي اللي احنا بنعملها. طبعا احنا عارفين ان محدش بيحسب كونتنجنسي، ولا حد بيشتغل بريسك مانجمنت، كله بيحط برسنت وايه واديله. خلاص ماشي، ده طبيعي لان الوقت بيبقى مزنوق. لكن النهارده لازم يكون في ريسك اسسمنت. انا النهارده شغال بدولار ب 31 بنك، 50 جنيه سوق سودا. طب هعمل ايه؟ اروح فين؟ طب هو ايه؟ طب انا بحاسب السبلاير ابو دولار ده بحاسبه بالبنك ولا بحاسبه بالسوق السوداء؟ طب هو ايه؟ طب هو مثبت سعر في عرض السعر بتاعه للدولار، مثبته على كام؟ مثبته على بنك، يبقى انا اشتغل على تقرير البنك، وهكذا.
تمام، كلنا بنشتغل كده. طيب في ناس بتقول لي في سبلايرز مش عايزه تديني اوفرز عشان الاسعار، قول له يا باشا اديني سعر بالدولار، حتى لو هو بيشتغل في الانترلوك قول له اديني، شوف النهارده سعرك بالدولار كام واديني اوفر بالدولار، ونتحاسب بالدولار عشان اعرف اطلع اوفرز واشتغل. اخر حاجه بقى في المنظومه دي اللي هي اهم حاجه في الدنيا، عين ناس شاطره، عين ناس فاهمه استيميشن، عين ناس عندها اكسبيرينس في الماركت وعندها فيندور ليست محترمه وعندها ناس بانيه وما بينها ثقه عشان تعرف تكبر وتعرف تشتغل في الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي. مش هنعرف نبطل تسعير ومش هنعرف نبطل ناخد مشاريع لان احنا شركه وبتصرف، فاحنا لازم يبقى عندنا حلول بديله. فاحنا قلنا كده كام بوينت نكتبهم كده مع بعض ونبقى عارفينهم، هم دول اللي هيخرجونا لحد ما تحصل التعويمه اللي هتحصل ويبتدي السعر يبقى فيه ثبات شويه ويبتدي سعر السوق السوداء يقرب من البنك. ساعتها هنبتدي نرجع للطريقه القديمه اللي كنا بنشتغل بيها، واوفر واحد ويلا ومشي حالك والدنيا تمشي. فالنهارده يا جماعه اللي بيسعر اي بي او كيو يتأنى جدا لان ممكن ياخد شركته في حته وحشه قوي. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو دي. لو في اي مواضيع تانية عايزين نعمل بيها فيديوهات يا ريت تقولوا لي، ولو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، وان شاء الله اشوفكم في الحلقه الجايه.